مهما كنت جامد في استخدام الايفون وفاهم كل حاجه فيه، فالفيديو ده ليك، وفيه تريكات مخفيه في الايفون واسرار يعني مش كل الناس تعرفها، في منها اللي تعرفه وفي منها اللي هيكون جديد عليك. يلا بينا نخش في الموضوع على طول. يلا. كمان في ميزه جميله جدا ان انت ازاي تخلي التليفون يقرا اسم متصل. لو دخلنا كده على الاعدادات ودخلنا على الابس او التطبيقات ونزلنا تحت عند الفونز، ننزل تحت كده عند اللي هو تطبيق المكالمه، الهاتف يعني الهاتف، ونخش على التطبيق ده هتلاقي عندك حاجه اسمها unknown calls. لو عملناها اولوز كده هتخلي اي حد يرن عليك يقرا اسم المتصل. تعالى كده نشوف. فمثلا كده انا هرن على الرقم ده كده ونشوف زي ما انت شايف كده قال اسم المتصل وكمان مع نغمه الرنين. ودي ميزه جميله جدا لو انت محتاج تفعلها. اعمل الخطوات دي وببساطه هتلاقي اي رقم بيتصل بيك هتلاقيه بيقول لك الاسم بتاعه. تمام. كمان في ميزه او تريكايه جميله جدا ان انت تغير اي ايقونه من ايقونات الابلكيشنات دي زي تطبيق الاعدادات مثلا. فلو عملنا مثلا سيرش بسيط على جوجل وبحثنا عن اي ايقونه للاعدادات او برنامج الاعدادات مثلا، وحملنا الايقونه دي مثلا ودوسنا سيف وخرجنا ودخلنا على ابلكيشن الشورت كات ودوسنا على علامه البلس، دوسنا اوبن اب وضفنا ابلكيشن السيتنج. تعالى كده نخش على السيتنج ونعمل وندوس على علامه الاي دي وندوس اد هوم سكرين ونختار الصوره اللي احنا محتاجينها. مثلا نعمل شوز فوتو ونختار الصوره دي ونعمل شوز وندوس اد، ندوس دان. هتلاقي ايقونه السيتنج زي ما انت شايف كده هيفتح لي السيتنج على طول بكل بساطه، وتقدر تغير اسمها كمان عن طريق اللي انت تعدل على الاسم زي ما انت شايف. زي ما انت شايف كده بتدوس هنا وتعمل رينيم وتخليه اسمه سيتنج مثلا. ندوس اوكي تاني، نعمل اد هوم سكرين وندوس على الخلفيه تاني معلش ونختار الصوره دي، ندوس دان. هتلاقيه ضافه باسم السيتنج. وبكده تقدر تغير اي ايقونه عن طريق اي ابلكيشن او اي ايقونه ابلكيشن انت محتاجها، ايقونه شكلها حلو مثلا وكده تقدر تضيفها سواء بقى لاي برنامج فيسبوك انستا واتساب. اي ايقونه انت محتاجها تقدر تغيرها بنفس الطريقه دي ومش باينه خالص بنفس المسمى. انا لقيت الايقونه دي مبدئيا عقبال بس كوسيله للشرح، انما في ايقونات كتيره جدا بتبقى شكلها حلو تقدر تدور انت وتبحث عن الصور اللي انت محتاجها وتغيرها بنفس الطريقه اللي انا وريتها لك. كمان في ميزه جميله جدا ان انت تقدر تسمع التليفون لو حاطه في حته مثلا وانت بعيد عنه، تقدر تسمع المحيط اللي حوالين التليفون. تقدر تضيف الميزه دي ازاي؟ تنزل كنترول سنتر وتضيف آلة السمع دي الايقونه دي، وكمان توصل الايربودز وتعمل لايف ليسنت. بكده لو انت بعيد عن الايفون تقدر تسمع حوالينه او اي حد قاعد جنب التليفون او اي حاجه تقدر تسمع اللي بيتقال وايه اللي بيحصل. كمان في ميزه جميله جدا تعالى كده نشوفها. نخش على الاعدادات وتسهيلات الاستخدام وننزل تحت ونشوف الكيبورد تايبنج. الميزه دي جميله جدا ليه بقى؟ لو انت عايز تغير شكل التليفون تعمل اوفر تايبنج كده وتختار تكست معينه فعله الاول وتختار اي لون انت محتاجه، لون التكست ولون الخلفيه اللي ورا التكست والكلام ده كله. لو نزلنا كده الايفون هتلاقي فيه بار فوق كده جديد زي ما انت شايفه كده، تقدر تغير في الالوان بتاعته. مثلا لو هو اسود تخليه مثلا احمر. وتعالى كده نحاول تاني، هتلاقي ان انت زي ما انت شايف كده وتقدر تغير خط التليفون نفسه عن طريق الميزه دي. دوس اوكي وتغير خط التليفون مثلا بدل ما هو ابيض تقدر تخليه مثلا ازرق. وتيجي كده نشوف. فالبار ده يعني ميزه جديده او سر مش كل الناس تعرفه فحبيت اوريه لكم. كمان في ميزه مخفيه في التليفون تقدر تغير، كمان في ميزه جميله جدا تقدر تغير حجم خط التليفون نفسه. لو دخلنا كده على الاعدادات وتسهيلات الاستخدام وتكست والشاشه تقدر تخلي شكل الكلام زي ما انت كده بولد او عريض، كلام واضح، وتقدر تخليه زي ما هو الاصل. الميزه دي موجوده برده وجميله. كمان في ميزه جميله جدا واللي انت تقدر تغير من شكل التليفون نفسه. لو دخلنا كده على شاشه العرض تقدر تخلي شاشه التليفون زوم اوت وزوم ان زي ما انت شايف كده، تخلي الاشارات شكلها كبير او تخلي الاشارات شكلها صغير او الديفولت بتاع الابلكيشن. لو عملنا كده لارج ودوسنا دان وعملنا زومد هتلاقي رستر التليفون رستره كده مؤقته وهيشتغل معاك على طول. زي ما انت شايف كده بقى الحجم كبير عن الاول وشكل الايقونات وكمان الاشعارات بقت اكبر من الاول
وشكلها ضخم. كمان تقدر ترجعه زي ما كان، وبكده تقدر شوف انت بتحب الستايل وايه اكتر حاجه تتماشى معاك. كمان تقدر تغير في خط التليفون نفسه، لو دخلنا كده على برضو الشاشه والعرض، وتقدر تغير خط التليفون تخليه كبير او صغير زي ما انت شايف كده. وبكده انت كده كبرت حجم النص لاكبر حاجه، وبكده حجم النص هيبقى كبير جدا، وممكن تفقد بعض المميزات زي الصور في الواتساب ما تظهرش، او صور الاشخاص هتلاقي الاسماء زي كده مثلا لو انت مكبره على الاخر. هو سيستم كامل زي ما انت شايف كده. انا كده مكبر الخط، اقدر اكبره اكتر من كده ايوه. لو دخلنا كده على الاعدادات وتسهيلات الاستخدام، ودخلنا على التكست، دخلنا على لارج تكست وعملنا اوبن، تقدر تكبر الخط اكتر من كده زي ما انت شايف كده لغايه اما يكون عريض جدا، وهيبقى واضح بطريقه كبيره. بس يعني هو مش هيبقى لطيف، بس زي ما انت شايف كده هتستغنى عن يعني الايقونات زي ما انت شايف كده، هتبقى صغيره جدا وخط عريض جدا. فدي ميزه معرفش على حسب انت استخدامك بقى ونظرك والكلام ده كله. الناس اللي نظرها ضعيف هتستفاد من الميزه دي جدا لو بتواجه صعوبه في قرايه التليفون. وبس كده، ده فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وكمان استفدتوا كتير. وقول لي كم ميزه عجبتك وكم ميزه كنت تعرفها وكم ميزه ما كنتش تعرفها في كومنت تحت، واشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.